حلوين. طبعا كل اللاعبين اليوم بلا استثناء، من العقيدي، جهاد، تنبكتي، سعود، أيمن، ناصر، الخيبري، الجوير، ها لكم عليه بس يلا، سالم، فراس، والبدل اللي دخلوا كلهم كويسين، كلهم كويسين بلا استثناء، كل قدم اللي عليه في الملعب. لكن أبو صلوح يا جماعة الخير، صلاة على النبي يا رجل، يا رجل أنت في مباراتين بس خليتنا نطمن كذا على المستقبل بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرك يا أخي. رايق بشكل مو طبيعي. الآدمي هذا كان لاعب أساسي في المنتخب له 20 سنة وما يتوتر. معاه لاعبين 3 4، الآدمي ذا ما يتوتر، يلف ويلعب كورته على الرايق، يراوغ في الوقت الصح، ما يخسر الكورة بسهولة. بالنسبة لي هذا يعوض المشكلة البدنية اللي عنده، انه يفصل على الدقيقة 60 70، بس اللي قدمه في الملعب يشفع له. ما شاء الله تبارك الله، والله أداء خرافي يا أخي. بدون مبالغة انت أسرع لاعب في تاريخ المنتخب كسبت قلوب الجمهور كلهم بمختلف انتماءاتهم، أهلاوي، اتحادي، نصراوي، هلالي، أيا كان، الكل متفق عليك في مباراتين بس. صلاة على النبي، الله لا يضرك. اكتبوا لي رأيكم فيه وفين تشوفوه في المستقبل. أنا متأكد إنه حيسوي شيء في كأس العالم كمان بإذن الله. يعطيكم العافية.